فقدان أحد أطراف قضية مسعد وبسمة هو اللي بيكون الفيصل في القضية. مسعد وبسمة استفزونا من أول المسلسل بسبب إن كل طرف بيعاند في الآخر، وبيستغلوا بنتهم ريم في ده، وكأن مثلا إن مسعد وبسمة كانوا بيحبوا بعض. مسعد اتجوز تاني وكان ممكن يعمل أسرة تانية واستقرار، وبسمة برضه اتجوزت جوازة ما كانتش تحلم بيها وخربت بيتها بقيتها. وكان ممكن مسعد وبسمة يحلوا موضوع ريم ده ودي بدون محاكم أو مشاكل، لكن هم استغلوا بنتهم ريم في تصفية حساباتهم مع بعض. دلوقتي المسيري توفى، وأكيد طلاق معتصم وبسمة ووضعهم الغير طبيعي، وكمان حزنه على موقف ليلى وفاطمة من تقسيمة الورث كان ليه تأثير في كده. أكيد معتصم بيكون له رد فعل مع بسمة، لأن معتصم عمل كل حاجة لبسمة ونقلها من مستوى معيشي لمستوى ما كانتش تحلم بيه، وحاول يقف جنبها بكل الطرق في موضوع حضانة بنتها. وبسمة هي اللي بتبوظ خطط معتصم كلها. معتصم طلق بسمة ورجعها في السر تاني من ورا مسعد، ولكن مسعد هيعرف إن الطلاق كان سوري وإنهم اتجوزوا تاني، فمسعد هيستغل ده وهيرفع قضية إن بسمة عايشة مع راجل غريب، وهيخاف على بنته من تصرفات بسمة الغير طبيعية. وهنا بسمة بقى هتطلب من معتصم إنها تتطلق نهائيا، وكمان هتنقل من البيت وكل واحد هيبقى في مكان لوحده وبعاد عن بعض. معتصم هنا بقى هيحس إن بسمة مش بتحبه بجد وما عندهاش استعداد تضحي بأي حاجة عشانه، فهيوافقها على الطلاق بدون تردد. وبعدها هيبتدي يقرب من سارة وعلاقتهم بترجع زي الأول. واللي أعتقد إن سارة كمان بتنفصل عن جوزها، هتعمل حجة إن مصطفى عايزها جنبه، وجوزها اللي في الإمارات مش هيوافق على ده، فهتطلب الطلاق هي كمان. ومن هنا معتصم وسارة بيرجعوا لبعض من تاني، وفي نفس الوقت بسمة بتكون في بيت لوحدها وبعيد عن معتصم، وهتبتدي تقرب من مسعد وهي فاكرة إنها هتاخده بالسياسة وتحل موضوع ريم ود معاه، ولكن ده مش بيحصل برضه. وبنلاحظ إن مسعد وبسمة بيقربوا من بعض لحد بقى ما بيجي الفيصل اللي بينهي كل ده، وإن مسعد بيتوفى مثلا. ما هو أكيد كارم وصبري مش هيسيبوا مسعد في حاله بعد ما أخد منهم فلوسهم وبيقاسمهم في كل حاجة، وإنه ماسك عليهم زلة، اللي هو لو وقعت مش هقع لوحدي، لازم نقع كلنا. فأكيد بتكون النهاية دي إنهم هيحاولوا يتخلصوا من مسعد، وبكده تكون بسمة حرة بدون مشاكل، بس في نفس الوقت بتكون خسرت معتصم برضه. أما بقى فاطمة وليلى، طبعا موضوع ورث المطبعة المسيري عمله علشان يكشف لكل واحدة إن جوزها بيستغلها وما بيحبهاش بجد. ليلى معمية في طارق وبتسمع كلامه وهي مش دريانة، وفاطمة فاكرة إن عمر لقى معاها الأمان وحبها بجد. بس كل واحدة هتعرف زوجها على حقيقته، وده لما يحصل صدام ما بين طارق وعمر ومعتصم على المطبعة، واللي معتصم هيصمم ينفذ الوصية بتاعة المسيري ويقول لهم المطبعة باسمي، وساعتها طارق وعمر هيعملوا كل حاجة علشان ياخدوا المطبعة، وهيرفعوا قواضي تزوير على معتصم، وهيتخانقوا مع فاطمة وليلى. وكمان بيوصل بيهم الموضوع إنهم ممكن يحاولوا يتخلصوا من معتصم نفسه، وهنا ليلى وفاطمة هيكتشفوا حقيقة أزواجهم لحد الأمور ما بتتغير، وبيرجع طارق وعمر يعتذروا ويبدأوا صفحة جديدة. ومنعم أكيد زي ما قلنا بعد ما مسعد ما بيجراله حاجة، عبلة بتعرف إن هي كانت مقوية مسعد على الغلط وإن هي السبب، ومنعم بيرجع لسماح معتذر وبيبدأ صفحة جديدة معاها وبيصرف عليها من فلوس حلال. ويوسف طبعا أكيد بيتجوز علياء ويعيشوا مع محمود في البيت، والعيلة بتلم شاملها من جديد. يعني على مدار الأربع حلقات اللي جايين هنشوف صراع ما بين معتصم وبسمة ومسعد وسارة وبينتهي بالبعد بين جميع الأطراف، وصراع ما بين طارق وليلى وعمر وفاطمة وبينتهي بالاعتذار وفتح صفحة جديدة، واعتراف عبلة ومنعم إن وفاء بنتهم اتظلمت من راغب فعلا، وإن هم جوم عليها كتير. وكمان بيعترفوا إن مسعد هو اللي كان أساس المشاكل وإنهم ساعدوه في الغلط، وهم اللي كانوا السبب في اللي حصل له بسبب إن هم أيدوه في قراراته. واستقرار يوسف وعلياء مع محمود أبوه ولم شمل العيلة القديم. ودي بتكون نهاية مسلسل فات الميعاد، المسلسل اللي حقق ترند ومشاهدات عالية في